السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا 60,000 واحد في أقل من 48 ساعة دخلوا لمدينة سبتة المحتلة. مرة هاد الرقم ما مضبوطش، لأن مرة كيقولك 60,000 وصلوا للفنادق باش يدخلوا، ولكن ماشي كلهم قدروا يدخلوا. كيقولك 3000 اللي دخلوا، مرة كيقولك لا فعلا راه 60,000 اللي دخلوا. البارح في الأخبار كامل كانوا كيهضروا على 48,000. المهم حنا ماشي مشكل العدد اللي غادي نشوفو دابا، هو ان هذا الرقم بوحدو ما كافيش باش نفهمو حجم الزلزال اللي واقع، حيت خصنا نهضروا على بزاف د المسائل. مدينة سبتة اللي العدد السكان ديالها ما كيفوتش 84,000 نسمة، لقات راسها قدام واحد الموجة بشرية اللي كتمثل تقريبا واحد 70% من السكان ديالها في نهار واحد. المشهد كان كيبان فوضوي، وفيديوهات ديال الشباب كينقزوا من الصخور وعائلات وسط البحر، ولكن الحقيقة أعمق بزاف من هذا الشيء ومن هاد الصور والفيديوهات. هاد الأزمة داخلين فيها بزاف العوامل، أزمة سياسية قانونية ودبلوماسية، كشفات على ضعف القرار اللي خدات مدريد، وكبرات الضغط على الاتحاد الأوروبي كامل اللي ولا كيشوف راسو بالقرار اللي دارت مدريد واتخذته ديال تسوية وضعية المهاجرين حتى هي غادي تعاقب بهذا الشيء. الأزمة ما بداتش من فراغ، السبب الحقيقي هو الثغرة القانونية اللي صنعتها المحكمة العليا الإسبانية بنفسها نهار 29 يونيو 2026. الحكم القضائي فسر قانون الهجرة بواحد الطريقة اللي خلات كل شيء تصدم. المحكمة قالت باللي الشخص اللي كيتشد هو كيقفز أو كيحاول ينقص السياج اللي كاين فعليا، كيطبق عليه الرفض عند الحدود وكيرجع فورا، يعني ديك الساعة غير ينقذ السياج كيرجع بحاله. ولكن اللي كيوصل لسبتة عن طريق السباحة يعني بالبحر، داز عمان وما كان لا حاجز لا حتى شي حاجة، هذاك ما يمكنش يترحل فورا، خاصو يدوز من واحد المسطرة قانونية طويلة وتعرف الهوية ديالو وتشوف واش طالب اللجوء ليه كاين أو لا. هذا الفرق البسيط في التفسير كان هو الشرارة اللي شعلت العافية. الإشاعة انتشرت بحال العافية في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف كيقولوا أن وصلوهم واحد الميساجات واتساب شي تيقولك داكشي كان فيسبوك. المهم ماشي مشكل هذا، المهم أن المعلومة انتشرت. الدراري وصلوهم أن البحر محلول والوراق مضمونين، واللي وصل عمان ما يقدرش يرجع. المافيات وشبكات التهريب البشر استغلت هذا الحكم القضائي وبدات كتنشر الكذوب باللي كاين تسويه استثنائيه، وان اي واحد حط رجليه في سبته غادي يمشي لفرنسا ولا ايطاليا، يعني غادي تسواو له الوضعيه ديالو، يمكن له يمشي يختار اي دوله اوروبيه في الاتحاد الاوروبي في الشنغن يمكن له يسكن فيها ويعيش فيها. ولكن الحقيقه المره هي ان سبته اصلا ما دخلاش في فضاء شنغن، واللي كيدخل ليها كيبقى محبوس تما تحت مراقبه امنيه مشدده. يعني باش نشرح لكم، اللي عنده فيزا شنغن راه كيمكن له يدخل لسبته، ولكن اللي دخل لسبته بطريقه غير شرعيه سواء البحر ولا خلاص قلنا السياج غادي يرجع فورا. ولكن الا مشى عن طريق البحر راه غيبقى في سبته، ما غاديش يهزوه ويحطوه في اسبانيا ولا طاليان ولا فرنسا. المهم من هذا الشيء ان اسبانيا عاشت واحد الفشل ذريع في تدبير هذه الازمه، وحكومة بيدرو سانشيز لقات راسها في واحد الموقف لا يحسد عليه، رغم أن المؤشرات كاملة كانت كتقول بلي كاين ارتفاع في محاولات العبور من بداية العام. ولكن من بداية العام لدابا ما كانش هذا القرار مازال خرج. هذا القرار كما قلت لكم راه ما خرج حتى ل 29 يونيو 2026، يعني تقريبا شهر هادي ولا شهر ويومين. مراكز الاستقبال بدات كتغرق قبل ما طرا هذه الازمه، كان ديجا وصلت عمرات بزاف، ولكن مدريد ما دارت حتى شي حاجه واخا وصلها الخبر. العذر اللي قدموه المسؤولين الاسبان كان غريب بزاف، قالوا باللي الحرائق الضخمه اللي كانت شاعله في وسط وغرب اسبانيا هذا الصيف هذا منذ بدايه الصيف شتات الانتباه ديال رئاسه الحكومه والوزاره الداخليه. وهذا الفشل في قراءة التقارير الاستخبارية خلى 50,000 واحد ولا 60,000 واحد يدخلوا في ظرف 24 ساعة بلا ما تقدر السلطات دير حتى شي رد فعل أولي. بيدرو سانشيز خرج كيتهم المافيات، هنا غادي يبدا شي كيلصق في شي. هو اتهم المافيات باللي هي اللي استغلت
هاد الموجة وهذا القانون وبدات كتلاعب بالحكم القضائي. ولكن الحقيقة هي أن إسبانيا لقات راسها معزولة دوليا. الاتحاد الأوروبي اللي كان كيدعم دائما إسبانيا في ملف سبتة، هاد المرة وقف موقف المتفرج ولا كاع المهاجم، بحال طاليان وفنلندا اللي هدوا باش انهم يسدوا الحدود ديالهم على اسبانيا ويرجعوا المراقبه في المطارات والموانئ. ايطاليا والدنمارك وفرنسا وحتى فنلندا كلهم بداو كيهضروا على حمايه فضاء شنغن من الاختراق، وحسوا باللي اسبانيا ولات عبء امني على اوروبا. وهنا بدات واحد الحرب سياسيه خايبه، بحال مثلا دونالد ترامب اللي دخل حتى هو على الخط ووصف هذا المشهد بانه غزو، وحمل المسؤوليه للقوانين الضعيفه ديال الحكومه الاسبانيه، بحال قال لها راه هذا القانون ديالك اللي درتي ديال تسويه الوضع ديال اللي داخل من البحر وما دازت على سياج، راه انت اللي تحملي مسؤوليه وانت اللي مولات هذا الشيء كامل. وزيرة الخارجيه الامريكيه حتى هي كانت اللهجه ديالها قاسيه، وقالت باللي هذا الشيء نتيجه مباشره لسياسه اسبانيا باش تسهل الهجره غير النظاميه. ولكن الحقيقه من هذا الشيء كامل ان ترامب قالها نيشان في واحد الخطاب دارو على الشعب الامريكي، قال لهم هنا بدا كيستغل الانتخابات اللي غادي تكون من دابا 3 سنين، قال لهم راه هكا غادي يوقع لكم الا انتخبتيو الحزب الديمقراطي من دابا 3 سنين. يعني هو كيوجد الانتخابات قبل ما تجي 3 سنين، من دابا 3 سنين عاد سال الولايه ديالو. قال لهم راه الحزب الديمقراطي اللي معروف انه كيتساهل مع الهجره، قال لهم راه غادي يدير لكم بحال هكا، وغادي يدير قوانين اللي غادي يخلي كاع امريكا، دول امريكا اللاتينيه تدخل الميريكان وتغرق ميريكان. اما الضربه القاضيه فاجتهم من اسرائيل اللي استغلتها هي الفرصه باش تهاجم مدريد في الامم المتحده، وقالت لهم شرحوا لينا علاش مازالين محتفظين بجيوب استعماريه في افريقيا. يعني نتوما اسبانيا بلد اوروبي خصها تكون في اوروبا، علاش جايين مازال عندكم طرف ديال الارض في افريقيا؟ وما تبداوش تعطيونا دروس في حقوق الانسان. هاد الضغوط الدوليه خلات اسبانيا بحال هذاك اللي نقالب السحر على الساحر، يعني ولات هي غارقه في هذا الشيء. اذا غادي تقلب اسبانيا على الحل. شنو دارت باش تهرب من هذا المأزق القانوني؟ فعوض ما دير واحد باب التفاوض مع المغرب على السياده، سانشيز قرر انه يدير واحد الالتفاف على القرار ديال المحكمه العليا اللي خرج في 29 يونيو 2026، يعني اللي خرج هذه شهر. داروا واحد الحاجز، بداو كيتبتوا هذا الحاجز المطاطي اللي الطول ديالو 500 متر، يعني نص كيلومتر فوق البحر في منطقه راخال، يعني البحر اللي ما بين الفنادق وسبته، واللي اصلا دخلوا ليه عمان الدراري. هاد الحاجز هذا فيه واحد الجزء كيبان فوق الماء وجزء كبير غارق تحت الماء، والهدف منه هو يصنعوا واحد العنصر احتواء مادي. يعني يقولوا لهم حنا داك القانون اللي درنا انهم يكونوا ما دازوش على سياج، ولكن حنا دايرين سياج حقا في الماء. بعباره اوضح بغاو يقولوا للمحكمه ها هو كاين سياج في البحر، اذا راه ما كينطبقش القانون على هاد الناس اللي قلتي، وباش اي واحد يقرب ليه يتعتبر انه تجاوز الحدود الماديه ويتم الترحيل ديالو فورا بلا مساطر قانونيه معقده بلا حتى شي حاجه. هذا الحل كيبين باللي اسبانيا خايفه انها تفقد السيطره، ولكن المنظمات الحقوقيه والقضاء يقدروا يرفضوا هذه السينما القانونيه. المهم من هذا الشيء كامل ان المغرب واخا هكاك واخا عارف ان هذا الشيء تمثيل، وهذا تعامل ببروده اعصاب. من الناحيه الاولى انه رجع كاع تقريبا لحد الان مازال ما رجعوش كاملين 100%، ولكن رجع اغلب هذوك اللي دخلوا، رجعهم هذا النهار والبارح بداو كيرجعوا. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى السفيره المغربيه في مدريد كريمه بن يعيش كانت واضحه وقالت باللي هذا الوضع ما كيرضيش المملكه، واكدت باللي كاين واحد التعاون والتنسيق مستمر ما بين المغرب واسبانيا. ولكن في نفس الوقت أكدت على أن المغرب ماشي حارس مجاني للحدود الأوروبية، وأن التعاون خاصو يكون مبني على الاحترام ديال المصالح المغربية، لأن حنا كمغاربة ولا البلد المغربي راه ما يمكنلوش كبلد يهز
الويل والهم والهجره غير الشرعيه ديال افريقيا كامل. راه شحال هادي فاش كنا كنهضروا على الهجره غير الشرعيه، هذه واحد 10 سنين من قبل، راه كنا كنهضروا على واحد القليل ديال الافارقه اللي جايين مثلا من السنغال ولا من الكونغو ولا من الكوت ديفوار، ولكن ساحل العاج. ولكن دابا المشكله راه افريقيا كلها بما فيهم حتى دول شمال افريقيا كيعانيوا الفقر وكيعانيوا الحروب وكيعانيوا يعني بزاف ديال الحاجات. ما عادش نكرو بان هاد الهجره هذه اللي طرات هاد اليومين كانوا الاغلبيه كانوا فيها عناصر اللي ماشي كاملين مغاربه، كانوا فيها افارقه وكانوا فيها توانسه وكانوا فيها حتى جزائريين وسودانيين، ما عادش نكرو هادشي، ولكن الاغلبيه كانوا مغاربه. في حين في 2021 راه الاغلبيه اللي مشاو وتجاوزوا يعني مشاو بهجره غير شرعيه وتجاوزوا الحدود السبته، راهم الاغلبيه كانوا افارقه وسودانيين، يعني من دوله السودان وافريقيا جنوب الصحراء، الاغلبيه في 2021. المغرب قال لهم حنايا ما يمكنناش نحرسوا نهزو يعني نهزو كاع المشاكل د افريقيا كامله، بلاد ما يمكنناش تهزها باش اوروبا كلها تبقى عايشه في النعيم. يعني لما تعاونتيوش معانا وعاملتيونا باحترام راه يعني اتونسيون. في ظرف يومين رجعوا كما قلت لكم اكثر من 48 الف شخص للمغرب. بزاف منهم رجعوا طوعا ملي شافوا باللي الحلم ديال اوروبا راه كذبه، وباللي سبته مدينه مشلوله اصلا. فعلا كانوا قطعوا انه يعني السلطات الاسبانيه قالت لهم ما يحلوش لي سوبر مارشي ولا المتاجر ولا كاع فين كيتباع الماكله والماء وداكشي. ولكن من غير هادشي كامل راه من نهار كما قلت البارح في واحد الفيديو، من نهار طرات كورونا والمغرب قطع العلاقات الاقتصاديه، حبس داك الروبيني ديال الكونتربوند على سبته، وسبته كتعاني، وبزاف ديال لي مارك وبزاف ديال يعني الشركات خرجوا من سبته. ولكن كاين واحد السؤال كيبقى مطروح وكيطرحوه المغاربه كاملين ومن حقهم. فين غبر رئيس الحكومه عزيز اخنوش في الوقت اللي العالم كاع كيهضر علينا وقناه المهم بلا ما نهضر على القنوات اللي خلاو القناه القطريه اللي بقات هزانه، نسات هي ايران ونسات شنو وقع في روسيا واوكرانيا، ونسات الاباده اللي كانت كتغنى بها على غزه واسرائيل وداكشي، وبقات شاده غير المغرب. ها شحال دخلوها شحال خرجوها، هما داخلين هما خارجين، وتبارك الله تعالق داكشي والله العظيم لا يبشر بخير كيفاش العرب جالسين كيتشفاو، وكميه الحقد والحسد اللي جالسين تيكتبوا في لي كومونتير. ولكن ماشي مشكل، الايام بيننا. في الوقت اللي العالم كامل كيهضر علينا وعلى هادشي اللي واقع في سبته، سانشيز مشى للميدان، مشى لسبته، ووزراء اوروبا تجمعوا، واخنوش والو، اخنوش ما بان ما حتى شي حاجه، وما دار لا تصريح للمغاربه لا شنو واقع. هاد الصمت عنده تفسير واحد، هو انه هو طرف في الازمه، لانه هو اللي رئيس الحكومه وهو اللي خلى هاد الاوضاع توصل لهاد الشيء. الازمه عندها جذور اجتماعيه واقتصاديه، والحكومه كتحمل المسؤوليه فيها مباشره. المهم من هذه القصه كامله هو ان المغرب اليوم في واحد ما عادش نقولوا موقع قوه، ولكن في واحد الموقف كوميم حسن من اسبانيا اللي ولات كتحس باللي سبته ولات عبء عليها لا اقتصاديا ولا امنيا. المغرب كما قلت لكم كيتعامل بهدوء وذكاء، ما بغاش يطلب التفاوض بشكل رسمي دابا على الارض ولا على المدينه، ولكن راه خانقها اقتصاديا. ودابا هادشي اللي وقع ديال الهجره راه زاد عادي يأزم الاوضاع، و اسبانيا غتولي كتشوف سبته انها عبء عليها. ولكن كيتسنى الوقت المناسب ملي اسبانيا تحط السلاح وتقول ما بقيتش قادره على سبته، داك الساعه غيجي النهار اللي غادي يطالب باعاده سبته ومليليه الاراضي المغربيه. هاد الزلزال كيعطينا واحد الدرس بزاف مهم. اولا باللي المعلومه الصحيحه هي السلاح الاقوى ضد الاشاعات اللي كتقدر تدخل وتدمر حياه الالاف، خصوصا الناس اللي غير متبعين جلاله بالنافخ داك الخفه ديالهم. صافي الحدود محلوله، غادي نمشيو فين غادي؟
ثانيا، وهذا جواب ديال هاد فين غادي، باللي التجاره في البشر هي جريمه اللي كتحطم كرامه الناس. ها هما داك اللي نشروا هاد الاشاعات، ها هما دابا جالسين تتفرجوا، والناس دخلات لسبته وخرجت مدلوله، خرجت فعلا مدلوله. المهم باش ما نزيدش نطول، هنا غنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. تبارك الله عليكم، واللي مهتم بهذا الشيء خلي ليا يعني شنو رايه، واش هاد الازمه مازال غاديه تعطينا فصول واحده اخرى وصراعات واحده اخرى ما بين الرباط ومدريد، ولا راه بدا هاد الشيء كياخذ واحد المنحى ديال انهم بداو تيرجعوا، يعني الامور غادي تحل. ما تنساوش الا كنتيو اول مره كتشاهدوا القناه ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس، وخليوا لي رايكم في التعليقات، واش كيبان لكم بلي هذا الحاجز المائي جديد غادي يوقف المهاجرين، ولا المشكل اكبر بزاف من مجرد عوامات في البحر. ديروا شير وبارطاجيو الفيديو باش الفائده توصل لكل شيء. وعاشت المملكه المغربيه ولا عاش من خانها. ودائما غادي نخليوها، راه دائما كنقولوها، بيدرو سانشيز مني تبع تبون راه هادوك طريقهم كحلا داك الكبرانات وهما عارفين وصلوا.